يوم شعبي، يوم دولي. يوم النهارده جاي ناس من اسكندريه والقاهره ومن جميع المحافظات لتكريم الدكتور اشرف بدير. هو نشط وبيعمل حاجه لهم كل شهر عن التكريم. النهارده مع شعراء العاميه والفصحى. معانا شاعر، عرف حضرتك. السلام عليكم. معكم احمد فاروق زيدون، وانا من محافظه دمياط، ناقد ومترجم وقاص مصري، وبعمل في مجال الترجمه. وشرفت دايما بمشرف الدكتور اشرف بدير ولفيف الادباء معاه يعني من المحكمين ومن القائمين على هذا العمل النبيل اللي هو بيرعى الادباء دايما. وانا كنت مشارك في مجال القصه القصيره، يعني دي اكثر ذوقا بالنسبه لي. وايضا لدي اعمال نقديه في المجال ده يعني حديثا. وايضا لدي الكثير من المحاولات الشعريه بالفصحى والعاميه. احنا بنشوف الاستاذ اشرف بدير فعلا نموذج رائع للشخصيه المصريه الاصيله اللي عايز يبني مجتمع من الشعراء والمثقفين. وهو ان كونه ان هو فعلا يعمل المسابقه دي دوريه ماشيه على طول. ومعانا برضه في المسابقه حضرتك عبد الناصر الكومي، معلم اللغه العربيه وشاعر فصحى متعاضد اتحاد كتاب مصر. طبعا في حوالي 15 ديوان، وفاز المركز الاول مع المسابقه في المستشار اشرف بدير. انت فزت المركز الاول. كان ايه عنوان القصيده اللي حضرتك قدمتها؟ كان معنا جزء منه. وقول انت حسيت ايه وانت بتتكرم من انسان فعلا مثقف وجدير ان هو فعلا تنول شرف الاعجاب ان انت فعلا حد من المكرمين من الناس. هو ما كانش قصيده، وكان دواوين، كل واحد داخل ديوان كامل. ديوان كامل على مستوى الجمهوريه، او في ناس من كمان الدول العربيه مستفيده من المسابقه دي. فاز المركز الاول، انا فزت المركز الاول، والاثنين الثانيين حتى مش من البقاليه، كان يعني واحد من الخليليه وواحد من الغربيه، لان كان في انصاف وفي حياد في لجنه النقد بصراحه، اللي يعني ايه لجنه محترمه مع المستشار اشرف. طب ناس محترمين، ما فيش محاباه لحد ولا تمييز، لان يعني المحافظه بالكامل رغم ان فيها شعراء على اعلى مستوى ما فيش حد فيهم خد مركز اول ولا ثاني ولا ثالث. طب سمعنا حته من الديوان اللي حضرتك قدمته، وتقول ايه النهارده وانت جاي من مصر لما تجتمع كل 27 محافظه، كل واحد جاي بطريقه غير التاني يقدم ديوان او يقدم موهبه في ارض المنصوره، ارض اللي هي فعلا مزجت بين التاريخ والحضاره والشعراء والادباء. تقول ايه واليوم ده بيبقى يعتبر يوم عالمي لكم ان انتوا فعلا بتجتمعوا كلكم على قلب واحد. هو يوم بصراحه يوم رائع ومشرف للناس يعني تحضر من كل المحافظات في مناسبه زي ديت، في محافظه يعني لها تاريخ في 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 مقاومه الاحتلال اساسا، يعني اكبر من المحافظات اللي قاومت الاحتلال بصراحه محافظه التقاليه معروفه. طب نسمع ديوان حضرتك. مصر الصمود تزاور عن قدسها الأطيب نخافة سيف بغدر غبي، فتطوي دياجير قهر جموح وتختصر الصبر في المطلب. على كفها يجلس العنفوان يصارع عهد الوغى الأغربي، على رسلك النصر لا تهربي، فقلب الجهاد كقلب الصبي، يهامسه نظرة قد تناهت تدافعها رحلة المغرب، وفيك اشتهى الصبح لحظة انتصار سقاه الخلود بكف صبي. حللت ربوع السبات وقلب يفتش عن سيفا اليعربي، أيا صرخة في فضاء انتفاض تثور على سيفها المرعب. تماديت يا شوق في عشق ليلاي لم ترن للوابل الصيب، هنا يجلس الصبر في عرش مجد يشاكس غزوا فلا تغضبي، وقوفك في لحظة من وجيب صراع البقاء لدى المذهب، على لحظ قرطاجها المستهام يلوح انتصار فلا تختبي، شققت مفاوز عهد الإباء بقعقاعك القاسم الأنجبي، ومن صولة الأسد نخب فخار
فشمس اعتلائك لم تغربي، صيمتك بركان شرق خنوع يؤذ ضراغم للموكب. تقول ايه النهارده وانت في عاصمه المنصوره، عاصمه التقدم والاستاذ اشرف بدير او الكاتب الكبير اللي فعلا بيدعم المواهب وبيختار مواهب كل فتره يقدمها بصوره جميله ومباشره للشارع المنصوري. بصراحه يعني معالي المستشار كان المسابقه ديت مع العطله بتاعته والتكلفه الرهيبه عشان يطبع ال 52 فايز ما بين القصه والشعر والنقد والمسرحيه والشعر يعني هي العامي. بتكلفه تكلفه كبيره جدا ومعطل نفسه على الشغل، وفي نفس الوقت بيختار لجنه محترمه يعني مش محاباه لحد عشان يرتقي بالوسط الادبي، ومش اول بس مره هو يكون سبق خمسة. ناس كتيره ان هو فعلا اختص هو والشاعر متكنس الاثنين واحد الاستاذ ابراهيم حسان اختصوا بعض بان هو كل واحد عمل لنفسه نموذج يمشي عليه، والناس فعلا بتجري تدفع ان هي عايزه تشترك في المسابقه دي. لا ونشاط الاستاذ اشرف في الداخليه بالذات واضح، يعني ديكيرنس وطلخه والمنصوره نشاط الادب فيهم يمكن يقترب من القاهره او يفوق القاهره، نشاط باين على هي تعرفت محافظه الدقهليه من اول ادب والمنصوره وجميع المحافظات ان هي فعلا محافظات واعده في الثقافه والاعلام والصحافه والادب والفكر. هي ترفع عليهم بصراحه يعني، ونشاطهم باين فعلا، من اكبر الناس من اشهر الناس. انا سعدت بيكم وبقول النهارده من مكتبه المنصوره ارض العمالقه، ارض الادباء والشعراء، فعلا كنا مع نماذج جميله النهارده في امسيه الاستاذ اشرف بدير اللي كاتب والمؤلف والانسان فعلا اللي يستاهل جداره في حب مصر. تحيا مصر وتحيا حضراتكم وتحيا المسابقه اللي هنشوف بعد شويه اللي هيتكرموا ونقول مصر بخير.